4 أسباب بيخلّي علاج ضهرك يفشل لو أنت عندك انزلاق غضروفي. أول سبب هو إنك بتاخد أدوية بدون خطة علاج طبيعي واضحة متكاملة عشان تعالج المشكلة الميكانيكية اللي عندك اللي حصلت في الغضروف. تاني سبب وهم حاجتين عكس بعض، أول حاجة هي الخمول وقلة الحركة، إن أنت بيكون عندك مشكلة فبتريح تماما، لا إحنا محتاجين بعض الحركة بس مش حركة كتير. وعكسها وهو إن أنت مجرد ما بتحس بتحسن بتبدأ إن أنت تطحن نفسك شغل فالآلام بترجع مرة تانية، وده بيؤدي إلى فشل العلاج. حاجة رقم 3 وهي إن أنت وزنك بيكون زايد، فده طبعًا بيحمّل على الغضروف وبيزوّد الأعراض، طبعًا لو نزلت في الوزن ده بيساعد جسمك إن هو يتحمّل الوزن اللي نازل، وبيخلّي الغضروف الحمل اللي نازل عليه يكون أقل. وده طبعًا من ضمن العلاجات مش هو لوحده، يعني أنت لو خسيت ممكن تتحسّن، لكن هو مش الحاجة الوحيدة اللي هتخلّيك تتحسّن، ده بيكون بالإضافة للحاجات التانية. زي تقوية العضلات، زي بعض الحاجات اللي إحنا هنذكرها في فيديوهات جاية. حاجة رقم 4 وهي وضعيات الجلوس والثبات في وضع خطأ لفترة طويلة، وحتى الجلوس في وضع صحيح لفترة طويلة، ده برضه ممكن يسبب مشاكل في الضهر، لأن التحميل الثابت ده من ضمن أسباب زيادة ألم الضهر. وطبعًا الحركات اليومية الخاطئة زي إنك توطّي تجيب حاجة من الأرض فبتوطّي وضهرك مفروض، فده أصلًا بيحمّل بشكل جامد جدًا على الضهر. زي لمّا بتيجي تلِف مثلًا عشان تاخد حاجة، فبتلِف بالجذع بس، لأ الصح إن أنت تلِف بجسمك كامل. فال4 أسباب دول هي من ضمن الحاجات اللي بتخلّي العلاج بتاعك يفشل. أنا دكتور محمد باقدّم لك محتوى عن آلام أسفل الضهر، تابعني عشان في فيديوهات لسه جاية بتتكلم بشكل أعمق في آلام أسفل الضهر.